السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في قناة يلا كورة. جنون وحرقان عمرو أديب ورضا عبد العال بعد مباراة النادي الأهلي اليوم وفريق الاتحاد السكندري، والتغريد منفردا بصدارة الدوري المصري الممتاز. هنشوف مع بعض رد فعل عمرو أديب ورضا عبد العال في تصريحات مهمة جدا تدل على حرقان هجاصين البليلة. عشان كده لازم تتابع الفيديو للنهاية عشان تعرف كل التصريحات. ولكن قبل ما نبدأ اضغط لايك ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد. جنون وحرقان عمرو أديب ورضا عبد العال بعد مباراة النادي الأهلي اليوم وفريق الاتحاد السكندري، والتغريد منفردا بصدارة الدوري المصري الممتاز. وعلق عمرو أديب قائلا: النادي الأهلي فوز ورا فوز ومش بيتعثر نهائيا في الدوري المصري، ومهما عمل نادي الزمالك مش هيبقى زي النادي الأهلي ولا هياخد منه أي بطولة السنة دي. فريق الاتحاد النهاردة مسلم المباراة من البداية للنادي الأهلي وبمنتهى السهولة. النادي الأهلي مش راحم لا دوري ولا أبطال أفريقيا، بيكسب كل اللي بيجي في طريقه. النادي الأهلي بيدوس على الكل في طريقه، ومفيش أي حد قادر يوقف النسر الأهلاوي يا جماعة. يا ريت نادي الزمالك ولاعيبته يتعلموا اللي بيحصل في النادي الأهلي ورجالته. النادي الأهلي مليان استقرار والدنيا عنده تمام وزي الفل، مفيش أي مشاكل. بياخد بطولة دوري أبطال أفريقيا وبيتصدر الدوري وبيلعب بالاحتياط ومفيش أي مشاكل عند الأهلي. النادي الأهلي متصدر الدوري المصري ولسه متأجل له مباريات. الأهلي بايله عايز يضمن درع الدوري في الجزيرة قبل ما الدوري يخلص. مباراة جيدة جدا للنادي الأهلي، عرف يخرج بالنقاط الثلاثة بأقل مجهود. بينما علق رضا عبد العال قائلا: النادي الأهلي فوز ورا فوز ومش بيتعثر نهائيا الدوري المصري وبيتصدر الدوري المصري بالرغم من انه لسه متأجل له مباريات. نفسي أوسوريو الهجاص بتاعنا يتعلم من عمه كولر طريقة التدريب والروتيشن واللعب في الدوري المصري. كولر النهاردة والماتشات الأخيرة بيلعب بأي حد سواء الأساسيين أو بالبدلاء، مفيش أي لاعب من الأساسيين، وبيلعب وبيكسب وبيقدم مستوى ممتاز جدا. إنما أوسوريو الهجاص بيلعب بالتيم الأساسي وقصاد فريق تعبان، ولا في أداء ولا في مكسب. مستحيل أوسوريو الهجاص يكمل مع النادي الزمالك بعد الأسلوب اللي بنشوفه في النادي الأهلي والمزيكا اللي بيقدمها مارسيل كولر. أنا عايز حد يقنعني بأن هو ده فريق الزمالك اللي دايما بينافس على بطولة الدوري للنفس الأخير، وواخد الدوري آخر سنتين ورا بعض، وبينافس على كل البطولات اللي بيشارك فيها. أنا حقيقي بحسد الأهلاوية على الجوهرة السويسرية مارسيل كولر. في النهاية لو عجبك الفيديو اضغط لايك ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة يلا كورة.